ايه هي لعبة روبلوكس اصلا، وليه في دول كاملة منعت اللعبة نهائيا، وازاي في بنت اتخطفت وتم الاعتداء عليها بسبب اللعبة دي؟ كل ده هنعرفه دلوقتي. للأسف اغلب الاهالي سمعت عن لعبة روبلوكس بس ما يعرفوش ايه اللعبة دي او بتتكلم عن ايه. لعبة روبلوكس دي اشبه بمنصة عليها مجموعة كبيرة جدا من الالعاب، ممكن حد محترف يصمم لعبة فيها او حد عادي بمساعدة مصممين اللعبة يعمل لعبة جديدة جواها. المفروض ان المنصة دي مخصصة للاطفال اكبر من 6 سنين، وده مكتوب في الكابشن بتاع المنصة. جوه المنصة دي بقى في عملة اسمها عملة روبوكس، يعني اللاعب بيحتاج يجمع الكوينز دي عشان يفتح لعب معينة او عشان يفتح ليفلز معينة. ده غير ان العملات دي ينفع اللاعبين يبعتوها لبعض، واثناء اللعب بيكون مسموح تعمل محادثات مع اي حد بيلعب في الوقت ده في اللعبة دي في اي مكان في العالم. وطالما المنصة عليها لعب كتير ومتجددة فاكيد فيها الكويس والوحش، وعشان دايما في لعب جديدة بتنزل فيها، ده يفسر ليه أطفال كتير بيتعلقوا بيها وما بيرضوش يسيبوها. الغريب بقى ان في دول اوروبيه اكتشفت فيها لعب قمار، وده طبعا غير قانوني لان المنصه مخصصه للاطفال زي ما قلنا. ده غير لعب كتير فيها بعض الحاجات اللي ما تناسبش الاطفال اطلاقا. كده فهمنا هي ايه منصه روبلوكس، يعني ليه في دول بتطالب بمنعها. احنا بقى هنجمع المخاطر دي ونحطها قدام عينينا كلنا. واحد اكبر واهم خطر هو المحادثات الصوتيه. يعني انت متخيل طفل يتكلم مع شاب ناضج وبيلعب لعبة مش كويسة؟ انت مستوعب الطفل ده هيكون معرض لإيه؟ ولو استبعدنا الفكرة دي، ممكن الطفل يدي اللاعب التاني معلومات عنه، عن مكان سكنه وعن عيلته وعن أهله، ما هم أصحاب بقى، وممكن يقولوا نتقابل وتحصل كوارث. أقل كارثة فيهم ممكن تكون الخطف، وده حصل كتير جدا قبل كده مع أطفال تم استدراجهم من اللعبة دي، لأن مفيش حاجة واضحة في المنصة تخليك تتأكد من هوية اللي قدامك. تاني حاجة خطيرة في اللعبة هي عملة روبوكس، وإن أي طفل بيلعب بيبقى عايز يجمع الكوينز دي عشان يفتح لعب معينة أو ليفلز معينة، وبيتحط عليه ضغط كبير جدا انه لازم يجمع الكوينز دي باي طريقه. وزي ما قلنا ان التبادل بين اللاعبين ممكن يحصل عادي، فممكن اي لاعب يقدر يستغل الطفل في اي شيء مقابل انه يديله عملات، وده برضه حصل في دول كتير جدا. تالت نقطة هي الألعاب نفسها اللي على المنصة، فيها كتير منها مش مناسب للأطفال، لكن مفيش رقابة كافية تقدر تتحكم في دخول الأطفال للعب دي. كل ده غير ألعاب القمار المتصدرة اللعبة، ودي طبعا حاجات الأطفال مش فاهمين خطورتها ولا مدركين أصلا إنها حرام وغلط. فأنت متخيل طفل عنده 6 أو 7 سنين بيلعب الألعاب دي في المنصة وهو مش فاهم ولا مدرك مدى خطورة اللي بيحصل؟ والمشكلة الأكبر إن الأهل اللي المفروض دورهم رقابي هم اللي بيسمحوا للأطفال يلعبوا الألعاب دي، ومش بيبحثوا كويس عن الألعاب اللي بيلعبوها أولادهم. رابع حاجة طبعا وهي الوقت الكبير جدا اللي بيضيعه الأطفال في اللعبة دي، واللي أصلا ممكن يأثر بالسلب على تركيزهم وانتباههم، ويضيع وقت كان ممكن يستخدموه في مذاكرة أو حتى لعب طبيعي في نادي هيبقى مفيد 100 مرة أكتر من لعب إلكترونية مضرة بالشكل ده. في أهالي كتير لاحظوا إنهم لما بدأوا يحذفوا اللعبة دي أو يمنعوا أولادهم منها، لاحظوا إن الطفل بدأ يبقى عنيف وعدواني معاهم. وفي حالة تم رصدها إن الطفل مسك أداة حادة وهدد بيها أهله عشان يرجعوه للعبة. الأب والأم هم المسؤولين عن عيالهم، وصدقوني المسؤولية مش إن الأب يشتغل ويجيب فلوس، ولا إن الأم تطبخ وتغسل وتنظف وتذاكر بس. لا، المسؤولية أكبر من كده بكتير، إنك تعرف ابنك محتاج إيه وبيفكر في إيه وبيتصرف كده ليه. لو مش انت اللي هتبقى مصدر الأمان الأول لابنك، هيبقى سهل جدا إن أي حد يسيطر على أفكاره وتوجهاته أو يزرع في دماغه أفكار وحشة، فده يخلي الطفل نفسه يتحول لأنه يكون عنده سلوكيات وتصرفات مش مناسبة لسنه. وأنا عارفة إن ده نوعا ما صعب وسط ضغوطات الحياة، لكن صدقني التمن اللي ممكن تدفعه أغلى وأصعب بكتير من محاولتك كل يوم لاسترجاع ابنك أو بنتك في السن الصغير دلوقتي. لازم من دلوقتي تحاول يبقى فيه توازن في الرعاية مع ابنك أو بنتك، وأتمنى لكم جميعا دوام الستر والعافية. وختاما، لو عجبك الفيديو لايك وشير، ولو حبيت تشوفني تاني اشتراك في القناة. سلام.